سعدتم مساء مشاهدينا الكرام، وهذه أبرز عناوين المسائية. وبإقليم تازة افتتاح فعاليات الدورة الأولى من الملتقى الثقافي لتهلا، وذلك تحت شعار من أجل تثمين الموروث الثقافي الشعبي. في إقليم تازة افتتحت أمس فعاليات الدورة الأولى من الملتقى الثقافي لتهلا، وذلك تحت شعار من أجل تثمين الموروث الثقافي الشعبي، والذي برز من خلال عروض لفرق أحيدوث، والتي يتمازج فيها الشعر مع اللباس والتعبيرات الجسدية. روبورتاج عبد الصمد طعام ودريس الكوهن. أحيدوث نايت وراين بين الأجداد والأحفاد، وأبرز الصور الفولكلورية الأمازيغية لمنطقة تهلا ونواحيها يكرم في ملتقاها الثقافي الأول بهدف الحفاظ على الموروث وتثمينه. بقينا عليه جدودنا والعائلة وأصحاب، والثقافة كتتميز بها بني وراين. الفرقة الأولى اللي عندنا تقريبا عندهم السن من 50 حتى ل 70، بغينا نجدوا هذو كلشي الناس ديال الكوليج التلام ديال الكوليج هذو. نعم درنا اقبال، درنا وبغينا يعني ننميو هذا التراث ما يموتش. لا زالت إيقاعات أحيدوث تطبع الأعراس ببني وراين، وإن كان الموروث الشعبي يحيل على انتهاء الموسم الفلاحي، طقوس يتماهى فيها الكلام المنظوم بالحركات التعبيرية للجسد وما يحيطه من لباس. نريد الرجوع للتراث ونريد التعامل معه، ونريد التعامل معه بكل انفتاح وبكل عقلانية حتى نستثمره كرافعة من رافعات التنمية من جهة، وكذلك كآلية من آليات تحبيب الشباب في كل الأشياء التي تعطي طابع الهوية الأصيلة لشعبنا المغربي. مرورا بتكريم وجوه فنية معروفة وألوان موسيقية مختلفة، ثم توجها إلى البعد الإفريقي مع فرقة كامالا جيمبي التي ينتمي أفرادها ل4 جنسيات مختلفة.